بص بقى، عايزك بقى ايه تركز في اللي تحت ده. ايوه، بص بقى طبقة الرز بقى عاملة ازاي. الكلام ده كبير، الكلام ده كبير اهي. لو عايزين أكلة لذيذة وسريعة في نفس الوقت يبقى مفيش غير الرز بالبشاميل، والطعم إيه حكاية. وتعالوا نجيب الموضوع من البداية. أول حاجة هبدأ بيها هي سلق الرز. هنزل بحتة سمنة أو زبدة، المية المغلية. معيار المية لو رز مصري قد عدد كوبايات الرز كوبايات مية زائد كوباية مية واحدة. هسيب المية تغلي وهنزل عليها مكعبين مرقة لحمة، وأول ما المرقة والزبدة يدوبوا في قلب المية هبدأ أنزل بالرز المغسول. بعد ما أنزل بالرز هقلب تقليبة خفيفة وأغطي عليه لحد ما يشرب المية بتاعته، وبعدين أهدي النار شوية. وعقبال ما الرز يتعمل هبدأ أجهز باقي المكونات. هجيب حبتين فلفل رومي أو فلفل كوبي زي ما أنا بقول عليه، وأبدأ أقطعه حتت صغيرة إلى حد ما. وكذلك برضو حبة طماطم وأخلي منها القلب اللي جواها، وبرضو هقطعها حتت صغيرة. حبة بصل مبشورة أو مضروبة في الكبة. وآخر حاجة هقوم بتجهيزها هي حبة جزر مبشورة. كده الرز استوى تمام. وعشان اللحمة طاسة وحتة زبدة، شوية زيت، وهننزل بأول حاجة البصل. أول ما البصل أبدأ أشم ريحته هنزل بالجزر، وبعد كده هنزل باللحمة. هنزل بأربع فصوص توم مهروسين، شوية ملح، فلفل أسود، بابريكا، سنة كزبرة علشان التوم، وبهارات. وبعد كده هنزل بالفلفل والطماطم. هننزل بمعلقة صلصة جاهزة وربع كوباية مية. سيبها شوية على جنب. نبدأ نجهز البشاميل. هننزل ب3 معالق زبدة. هننزل بأول معلقة دقيق. هنزل تقريبا ب3 معالق دقيق، وأقلب الدقيق في قلب الزبدة لحد لما لونه يبقى ذهبي، وأبدأ أنزل عليه باللبن، وهتبله بملح وفلفل أسود بس. هقلب الخليط لحد لما يبدأ يتماسك ويتقل شوية معايا، وبعد كده هجهز المكونات كلها مع بعضها. هنزل بمغرفة بشاميل في الأول في أرضية الصينية، وبعدين هنزل بأول طبقة رز وافردها في قلب الصينية، وبعدين أسويها في أرضية الصينية. ومفيش مانع برضو أنزل عليها بطبقة بشاميل خفيفة. هنزل باللحمة وافردها برضو في قلب الصينية، وبرضو مش هبخل عليها بطبقة بشاميل فوق اللحمة. وانزل بطبقة الرز التانية وأوزعها كويس، واكبسها في قلب الصينية كبسة خفيفة كده. وبعدين بقى هنزل بباقي البشاميل على الوش وغرق بيه الصينية. بس كده هندخلها الفرن لمدة نص ساعة، وبعد كده هنبدأ نحط الموتزاريلا. ده الشكل بعد نص ساعة بالظبط. هوزع الموتزاريلا على الوش وادخلها الفرن تاني لمدة 10 دقايق مع تشغيل الشواية. وده شكلها بعد ما خلصت، يطير العقل. طبعا شكلها بيتكلم لوحده. انا عن نفسي بحب البشاميل سايح قوي كده، مش بحبه ناشف. بس لو انتوا مش بتفضلوا انه يكون كده ممكن تتقلوا البشاميل من البدايه. ما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات انتوا بتفضلوا البشاميل سايح وجوسي كده ولا لا. عايزكم تركزوا في التفاصيل. طبقات كده، واللحمه نزلت الجوسس بتاعتها على الطبقه اللي تحت. الطبقه اللي تحت فيها ايه تحميره سنه برضو كده. الرز المقرمش ده انا بحب الحتت دي. الحاجات دي بتبقى مزاج في الاكل. بص بقى، بص بقى طبقة الرز بقى عاملة ازاي. بص طبقة الرز عاملة ازاي. لا 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 لا، الكلام ده كبير، الكلام ده كبير. بص بقى من تحت، بص من تحت. عايزك تبص من تحت. شايف اللسعة بقى دي؟ اللسعة دي في حتة تانية خالص اهي. قرمشة مفيش بعد كده. يلا بينا ندوق. بسم الله. سخنة.
تحفه تحفه تحفه، جامده قوي. لا مفيش هزار، الرز ده ما بيهزرش، لا مفيش هزار في الكلام ده، الكلام ده حلو قوي قوي. ما كنتش متوقع الجمال ده بصراحه، محتاجه ان انتوا تجربوها. انصحكم تجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وتمنشنوا لحبايبكم اللي هتاكلوهم الرز بالبشاميل ده. اشوفكم في فيديو جديد، بس اقفل بقى على كده.